أكن أنتظر إخواني الكرام أن يطلبوا مني محطة المياه أو الصرف الصحي، بل إنني بفضل الله سبحانه وتعالى تقدمت بطلب وأخذت الموافقة على المبدئية في مجلس الشعب لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لكفر حجاز. هذا من فضل الله. بمجرد انتهاء مشروع الصرف الصحي تكون أول قرية في مركز المحلة يدخلها مشروع الغاز بإذن الله. أيها الإخوة الكرام، نعمل اسم إيه؟ لا ما يصحش. إحنا هننهي حل. الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. يا إخوة الكرام، بإذن الله سبحانه لا نطيل عليك. ما هو مش هم مركز هيوقفنا، احنا مقدرين، احنا شركاء معاكم المسؤولية، احنا امناء زيكم، انا امناء زيكم، مش شايفين شغل ده حي مع تقدير الشديد القوي للاخوة رجال الامن. أنا مقدر الإخوة الكرام مسؤولي الأمن، وبإذن الله أختصر كلمتي لأسباب يقدرونها أنا أحترمها. أختصر كلمتي من صلاة العصر من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، وبعدها ننصرف بأمن وأمان وسلام جميعا بإذن الله. يا إخوة الكرام، بفضل الله سبحانه وتعالى تحمل كفر حجازي لنا حبا غامرا، لأنني بفضل الله لم أترك بيتا ولا مسجدا طوال 5 سنوات ولا عزاء ولا فرحا إلا ودخلته بفضل الله سبحانه وتعالى. يا إخوة خليكم معايا عشان ننهي كلمتكم، أستاذنكم الهدوء حتى ننهي هذه الكلمة. خليكم معايا هنا يا إخوة الكرام. اسألوا مرشحي الحزب الوطني الذين ظهروا فجأة لم ينزلوا كفر حجازي مرة واحدة طول 5 سنوات، وأخيرا ملأوا كفر حجازي باللافتات وغطوها حتى لم يتبقى لنا إلى السماء، لن يستطيعوا أن يغطوها باللافتات. اسألوا نواب الحزب الوطني ماذا فعلوا هنا في كفر حجازي، كيف سب بعضهم بعضا وشهر بعضهم ببعض. هؤلاء هم نواب الحزب الوطني، فاختاروا يا اهل كفر حجازي، اختاروا على اساس اذهبوا للانتخابات واختاروا بكل امانه وبكل قوه. يا الاخوه الكرام، جزاكم الله كل خير، خذ الله منا ومنكم، انصرفوا معذورين غير معذورين، والى لقاء اخر ان شاء الله. الانصراف من الناحيه الشماليه، الانصراف من داخل البلد، الانصراف من على يسار المنصه من داخل البلد.
بنشكر اهالي كفر حجازي ونشكر رجال الامن ونقدر الضغوط التي عليهم ونتمنى لهم التوفيق في حفظ الامن والامان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. يا عم الله أكبر.